أهلا بحضراتكم. على مدار تاريخ مصر الحديث عقب على عرش مصر 18 حاجة، ما بين ملك وخديوي وسلطان ورئيس مؤقت في فترة امتدت ل 208 سنين. كانت أطول فترة لحاكم وكانت أقصر فترة كانت 8 أيام. أطول فترة الحاكم استمرت حوالي 43 سنة، وهي كانت فترة محمد علي مؤسس مصر الحديثة، وكانت أقصر فترة زي ما قلنا 8 أيام، ودي كانت مسجلة باسم صوفي أبو طالب. وعلى فكرة حكم مصر مش كان طرف ونعيم لصاحبه أبدا، خاصة أنه في تاريخها الحديث بداية من محمد علي اللي قيل أنه أصيب بلوثة عقلية أو جنون، وعباس حلمي الأول اللي تم اغتياله، والخديوي إسماعيل اللي اتنفى، والملك فاروق اللي تخلى عن الحكم سنة 1952، والرئيس جمال عبد الناصر اتوفى بمرض، واتقال انه اتعرض لمؤامرة وتم اغتياله بالسم. وتم اغتيال الرئيس أنور السادات سنة 81، والتخلي عن الحكم كان من نصيب حسني مبارك. بعد الفاصل هنتعرف على كل رؤساء مصر وحكامها، سواء كان ملك، خديوي، رئيس، وإزاي حياتهم انتهت بحياة مأساوية أو نهاية مأساوية. بكل حكاية وكل حكم في مصر كان في حكاية ورواية كان بيدونها التاريخ. بعد الفاصل انتظروني. الحقيقة ان زي ما قلنا ان تعاقب على مصر حكام كتير جدا، وكل نهاية لكل حاكم أو رئيس أو ملك كانت نهاية يعني أحيانا بتكون مأساوية. زي مثلا محمد علي باشا اتولد سنة 1769 بمدينة كولا باليونان. اتولى ملك مصر من يوليو 1805 حتى 1848. المؤرخون وصفوه بأنه رأس الأسرة العلوية من عام 1805 وحتى ثورة يوليو 1952. حمل لقب مؤسس مصر الحديثة. بدأ رحلته في مصر سنة 1799 أثناء انضمامه لفرقة عسكرية شاركت مع أتراك والإنجليز في محاولات لطرد الحملة الفرنسية من أرض مصر. اتدهورت حالته الصحية جدا سنة 1847 واتصاب في قواه العقلية. تم تشكيل الحقيقة مجلس من 12 عضو كان عشان يديروا شؤون البلاد، واتشكل من ابنه إبراهيم باشا رئيس، وحفيده عباس باشا، وابنه سعيد باشا، وغيرهم، حتى توفى محمد علي سنة 1849 وكان عمره 80 سنة. الحقيقة إن إبراهيم باشا اتولد في قرية نصرالتي باليونان سنة 1789. اتولى حكم مصر في 1848 لنوفمبر 1848. هو الابن الأكبر للملك محمد علي باشا، كان دراعه اليمين في فتوحاته ومشروعاته، وأرسل محمد علي سنة 1806 للأستانة كرهينة لحد ما يسدد الجزية السنوية اللي وعد السلطان العثماني بتسديدها. اتولى الحكم مصر وعاد في سبتمبر سنة 1807، ودرس إبراهيم باشا النظم العسكرية. الحقيقة إنه كان قائد للحملة الحجازية في الفترة ما بين 1816 ل 1819. كانت أول حرب بياخدها، وفضل إنه يحارب في شبه الجزيرة العربية. وبعد نجاحه في ميدان القتال بالمنطقة العربية منحه السلطان العثماني أمير مكة، ومات سنة 1800
1848. عباس حلمي الأول اتولد في 1813 باسكندرية. اتولى حكم من 1849 ل 1854. وعباس حلمي الأول هو ابن أحمد طوسن ابن محمد علي باشا، اللي حضر لمصر الحقيقة مع أخوه الأكبر إبراهيم باشا في 1805، ومات مقتول سنة 1854. محمد سعيد باشا ده اتولد بقى في مارس 1822، واتولد في الإسكندرية. اتولى الحكم من يوليو 1854 ليناير 1863، وهو ابن محمد علي باشا الكبير. وأبوه خلاه يخدم الأسطول من صغره حتى أصبح قائد للأسطول، وبيعتبر هو خامس أمراء البحار في الأسطول المصري، ومنح فريداند ديليسباث امتياز حفر قناة السويس سنة 1854. في عهده دخلت مصر الحقيقة في حربين، حرب القرم وحرب المكسيك، وتوفى في يناير 1863. الخديوي إسماعيل اتولد في يناير 1830 في القاهرة. اتولى الحكم من يناير 1863 ليوليو 1879. فتح الخديوي إسماعيل أبواب مصر على مصراعيها للتدخل الأجنبي بعد ما اندمج في تجارة الاستدانة، ومكن الأوروبيين من السيطرة على مرافقها. كانت أوروبا نفسها جدا إنها تشجع الخديوي إسماعيل على سياسة الاقتراض، إن هو يقترض يبقى عنده قروض. وكانت قناة السويس مطمع للدول الاستعمارية للتدخل في شؤون مصر. الحقيقة إنه كمان وصل للحكم وكان مازال حفر قناة السويس مستمر. تم افتتاح الملاحة سنة 1869، وأبرم معاهدة مع بريطانيا سنة 1877 علشان يمنع الإتجار بالرقيق وإبطال الرق، وتوفى في مارس 1895. الخديوي بقى توفيق اتولد في إبريل سنة 1852 بالقاهرة. هو تولى الحقيقة حكم مصر من يوليو 1879 حتى يناير 1892. هو الابن الأكبر للخديوي إسماعيل. الحقيقة ما درسش خارج مصر خالص، وقاد أحمد عرابي الثورة في عهده سنة 1881. بعد كده الثورة العربية في عهده وقعت مصر تحت سيطرة الاحتلال الإنجليزي سنة 1882، وفشل الجيش المصري في عهده في كبح الثورة المهدية في السودان سنة 1881، وتوفى في يناير 1892. عباس حلمي الثاني اتولد سنة 1874 بقصر القبة، وهو أكبر أبناء الخديوي توفيق، وتولى منصب من يناير 1892 ولديسمبر 1914. بعد وفاة الخديوي توفيق تولى عباس حلمي الحكم، والحقيقة كان شاب، كان عمره 17 سنة، وكانت محتلة من الحقيقة مصر وقتها كانت محتلة بقالها 10 سنين، وده كان عمره 17 سنة. الحقيقة إن عصره شاف كتير من مظاهر السيطرة والتدخل الإنجليزي، وتنازل عن أي حقوق في العرش مقابل مبلغ 30,000 دفعتها ليه الحكومة المصرية عام 1931، وتوفى 1944 بسويسرا. السلطان حسين كامل اتولد عام 1853. اتولى الحكم من ديسمبر عام 1914 حتى 1917. اتولى عرش مصر بعد خلع الخديوي عباس حلمي الثاني، وده كان على أثر إعلان الحماية البريطانية على مصر
في الوقت اللي اندلعت فيه الحرب العالمية الأولى، وتوفى سنة 1917 شهر أكتوبر. اتنازل ابنه الأمير كمال الدين حسين عن حقوقه في تولي السلطة. الملك أحمد فؤاد الأول اتولد عام 1868 بقصر والده الخديوي إسماعيل باشا بالجيزة، وكان أصغر ابن الخديوي إسماعيل. اتولى الحكم وعمره 50 سنة من 1917 لحد 36. شكل في عهده أول وزارة شعبية برئاسة سعد زغلول في يناير عام 1924. وكمان اتوفى في قصر القبة سنة 1936، واتدفن بمسجد الرفاعي بالقاهرة. الملك فاروق اتولد في القاهرة سنة 1920. اتولى حكم مصر سنة 1936 حتى 1952، وده كان الابن الأصغر والولد الوحيد ل5 إخوات للملك أحمد فؤاد الأول. في عهد الملك فاروق قامت ثورة 23 سنة 1952 بقيادة الضباط الأحرار داخل الجيش المصري اللي أطاحت بيه وغادر فاروق مصر سنة 26 يوليو في 1952، وراح روما ومات فيها سنة 1965. كان عمره 45 سنة، واتم نقل جثمانه لمصر واتدفن في مسجد الرفاعي بجوار أبو الملك فؤاد الأول. الملك أحمد فؤاد الثاني اتولد في يناير 1952 بالقاهرة، وأصبح ملك مصر في 26 يوليو من نفس السنة. هو كمان نكل الملك فاروق الأول، وبعد عزل فاروق وتنازله عن العرش لابنه شكل مجلس وصاية على العرش، واستمر ملك تحت الوصاية 11 شهر، وانتهى عرشه بإعلان بالجمهورية بأن مصر تكون جمهورية مصر العربية في 18 يونيو 1953. أما عن محمد نجيب اتولد في ساقية معلى بالخرطوم بالسودان، وتولى منصب رئيس الجمهورية سنة 1953 حتى 1954، وأصبح أول رئيس لمصر بعد إلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد علي، وتوفى في 1984. الحقيقة إن الرئيس جمال عبد الناصر رحمة الله عليه اتولد بالإسكندرية في 1918. اتولى منصب رئيس مصر من 1954 حتى 1970. هو صاحب فكرة إقامة تنظيم للضباط الأحرار اللي قاد ثورة 52. اتعين رئيس لمجلس قيادة الثورة ورئيس للوزراء بعد استقالة محمد نجيب في فبراير 1954، بعد ما اتسعت الخلافات بين محمد نجيب وأعضاء قيادة الثورة. في يونيو 1956 انتخب جمال عبد الناصر كرئيس للجمهورية بالاستفتاء الشعبي، وتوفى في 1970 وسط إشاعات بأنه مقتول بالسم. الرئيس محمد أنور السادات اتولد في بيت أبو الكوم في ميت أبو الكوم بالمنوفية في 1918. اتولى منصب رئيس الجمهورية من 1970 حتى أكتوبر 81 خلفا للرئيس عبد الناصر. كان عضو في حركة الضباط الأحرار، وقاد مصر في سنة 73 لتحقيق نصر حرب أكتوبر المجيدة. استرد أراضي مصر المحتلة بالكامل سنة 1979، وبعد طبعا ما اتفق وقع الرئيس السادات على معاهدة كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر بحضور الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وانتهى حكم السادات باغتياله أثناء الاحتفال بذكرى حرب 6 أكتوبر سنة 1981 على يد الجماعات الإرهابية الجهادية. صوفي أبو طالب هو رئيس مصر، اتولى 8 أيام بالظبط بعد اغتيال السادات، ومن 6 ل 14 أكتوبر
وتولى بعدها الرئيس محمد حسني مبارك رئاسة مصر بعد عقد انتخابات. وتوفى صوفي في عام 2008 وده كان أثناء مشاركته في مؤتمر. الحقيقة محمد حسني مبارك رحمة الله عليه اتولد في مركز كفر مصلحة، كفر مصلحة بالمنوفية في مايو 1928. اتولى حكم مصر في اكتوبر 81 حتى تنحى في فبراير 2011 بعد اندلاع ثورة 25 يناير. واتولى مقاليد الحكم وهو نائب أعلى للقوات المسلحة ورئيس الحزب الوطني بعد اغتيال السادات، واستمر حكمه 30 سنة. والحقيقة اتحاكم بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير أمام محكمة الجنايات في 2011 واتحكم عليه. اتحكم على حسني مبارك بالسجن المؤبد في يونيو 2012، والحقيقة أخلى سبيله بعد من جميع القضايا المنسوبة ليه بعد ما محكمة النقض حكمت بإعادة محاكمته مرة تانية. محمد مرسي اتولد في قرية العدوى بالشرقية وفي 1951، وهو كان بينتمي الجماعة الإرهابية، جماعة الإخوان الإرهابية، وده اتولى حكم مصر في 2012 وتم عزله في 2013 بعد خروج المصريين ضده في 2013 في ثورة 30 يونيو. وده الحقيقة كان بينتمي زي ما قلنا لجماعة الإخوان الإرهابية، واتحاكم بعد عزله بتهمة التخابر مع جهات أجنبية والتحريض على العنف، واتوفى في محبسه. المستشار عدلي منصور اتولد بالمنوفية في 1945 وتولى حكم مصر كرئيس مؤقت بعد سقوط حكم الإخوان وحكم مرسي في 2013، وبعد توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا بالظبط بأيام بسيطة جدا اتولى حكم مصر. أعزائي المشاهدين، زي ما شفنا إن كل الحكام اللي تعاقبوا على حكم مصر سواء حكام خديوي، رئيس، سلطان، ملك، كل الحكام كانت حياتهم أو نهايتهم كان فيها شيء من المأساوية، ما بين مرض، ما بين قتل، وما بين اغتيال، حاجات كتيرة زي ما شفنا. يعني بنقول ربنا يحفظ مصر ورؤساء مصر والشعب المصري. وفي حكاية جديدة من كتب التاريخ انتظروني في حلقة جديدة.